ورفع التقارير من بعض مشيخة العقل ومن بعض الزعماء التقليديين داعش الدروز. نعم. سمينا داعش الدروز اللي دافع عن البيلي، كانت معركة البيلي معركة مش معركة الدولة، واللي حافظ على قعارة عرضية الكيمياء نحن، واللي حررنا حران بعد ما قتلت البنت فيها نحن، واللي دفعنا عن البين نحن، واللي قمنا معركة دابة 42 شخص والدولة كلها خانت وقتها ومش شهداء. ولحد الآن الشهداء اللي استشهدوا مش معتبرين عند الدولة شهداء. مش هتكونوا بالصورة. داعش الدروز اللي عم يقولوا عنها داعش الدروز هن اللي حافظوا على كرامة الناس عند الحاجز. الحاجز سبوا نسواننا، نسوان مزرعة بالباص وتقوس على الباص، وبعد في واحد المزرعة بالنشفة. ما قمنا ضد الدولة، قمنا كرامة الناس. وقت الموضوع على شو اللي صار، الموضوع عم ينباع للارهاب من قبل المسؤولين عنا، بل وقفنا بوجهن والكل ساكت. هسه بدخلكم يا جماعه لحد هاللحظه، بعد لحظه بعد شو بصير، لحد اللحظه من اول ما بدينا بموقفنا الوطني الصحيح اللي اشرف من كل علوي، لانه مش بس ننتقد علويا فلسطين وطنيا، لا نحن اللي خلقنا الوطنيه، ونحن من سلطان الاطرش واللي قال دين الله وطن الجميع. نحن مش دواعش، نحن اللي قلنا كل عرض بهالجبل درزي سني علوي شيعي نصراني شو ما كان عرضنا وبحمايتنا، ونحن بنحافظ على كرامه الناس، واللي عم يحامي على الناس وعلى الاقليات نحن مش الدوله بهالجبل، وانتم بتعرفوا هالشيء هذا. واللي صار معنا بيدانا اكبر دليل، مش بس ما وقفناش مع الدوله 42 مقابل 4000 اكثر اقل، قوصت ظهرنا يا شباب. وينكم نحن مش ولادكم؟ قوصت ظهرنا، خلقنا الدوله. هذا شيء زعماء التقليديين قاموا ضدنا كمان سمونا دواعش. طيب اجى ابو صالح عبد الوهاب بعض الشيخ محمد على البلد وعلى علمكم، فتن على بعض ملكم موجود هون، وقال نحن ما في 17 مليون يجي يضاد، ونحن ضد الدوله، ونحن على ان نرجع على الجيش والامن يقاتلوا غيرنا، صح؟ وقالوا عنا نحن بدنا نخرب الوطن، صح؟ ايش معركة الدامة؟ ذلته للي قال هيك، للي بعثوا، ذلت الدولة مع الفاسدي. نحن مع الدولة الشريفة مش مع الدولة الفاسدة. يا بتوع كلامتها يا بلانهم لحد التاريخ. الله يبقى قدرنا على الصبر. صار لي 4 سنين انا وهالناس قلبنا احتقن. نحن عم نقف ومندافع ومنضحي بالدم، ونحن ارهابيين والفاسدين وطنيين، وانتم موافقين هلا، موافقين على الشيء، بعتونا. رحت على الشيخ قال نعم طلبي. وقت ما انه اتهمنا انه نحن ارهابيين، ليش؟ لانه اتهمنا باقاله توفيق ناصر رئيس في الامن العسكري اللي في عنده واللي ترقصوا بالحمي بداره بالشارع، واللي خالنا بالباري ودبابته اطلقت علينا، واللي خالنا بدمك، واللي خالنا مشعل النار تحتينا ونحن عم بطهاره، لانه نحن اصحاب الكرامه ونحن وطنيين، ونحن سلطان الأطرش دافع عن صوت غير عربي، ونحن عم ندافع عن كل درزي وعلوي وسني وشيعي بهالبلد ونصراني بهالبلد بهالجبل كله. طيب حوالي الكهرباء بدنا بنزين والمازوت الارهاب بيقبض عليها مصاري، ومحافظ السويداء مع رئيس الحزب راح هذول بيتقسموا مصر. كان ادمي بطل لانه صار في مصاري. قلنا ماشي الحال ولان عم يخطفوا، كان في فلاحان يفتح شباك على يمين فرع الحزب ويفوت. طب ما كان عم يتعامل مع الارهاب، كيف كنت تفوت على مكتبه؟ كان يفوت يفتح شباك لانه هو كان يقسم الرزق على الارهاب. طيب قلنا كمان ماشي نصبر بش كلام شيء عم نقول بشار الاسد نظروا تجاه الناس نحن اخي معه. كرامة بشار الاسد بنصبر، كرامة وطننا بنصبر، كرامة نحافظ على الامن اللي احنا فيه بهالجبل بدنا نصبر. اخر مرة قال لي 10 دقائق قلت له بقول لك امتى يا حكي؟ الساعة 12 بالليل بعد ما يجي الامين ثاني الصبح مش ماخذ قرار. يا جماعة كثير مسخطين بالناس هالبلد. نحن لابد من ننفذ مقص الجمهوري. بس نحن بدنا نحافظ على الوطن. بدنا نحافظ على الرئيس بشار الاسد اللي كرمنا بدوش يكرمنا وجهه رجال ما بنخليه ساعة. بده يكرمنا بعد خطتنا الاولى. يا مرحبا فيك.
ما بيكرمنا تعدى علينا يومي. بس قلنا ماشي الساعة 12 تقريبا في القلب، قلت له 10 ولا 10 دقائق لجنتك هذه مش مجتمعة وكلام فاسد طبعا. بتقول الكل ولا حاجز، لا الدفاع ولا جول ولا حتى ولا حاجز معكم. زي الاسم مش مدورين على كرامة الناس، مدورين على جيوبكم، وضلكم تنقلوا صور لتحت. شو بيقولوا لتحت يا اخي؟ الصورة بتجينا الملك بدور على الرعية، هاي مسؤولية رئيس الجمهورية، هو بيبعث يتفقد رعيته. الملك بقبل كان يتنكر بزي راعي ويفتي يدور على الرعية، ها مهمة رئيس الجمهورية. وضح الصور، طلب بيان مش مهمتي هو يا مسؤوليته. ده عم ينزل بكل سوريا، يا بيقدر يا معقد السنة اللي بلاش اياه. وين عم يموتوا وين ما كان عم يدافعوا عن سوريا، مش بس عن السويدة. حاجز مشان حاجز عم يدل الناس قامت الدنيا وقامت. مش عم ينفعنا بشيء لطيف. طريق الحج 3 حواجز، 2 جيش، واحد من كفر لحم، واحد من المنصورة، وواحد بالامن بالجنوب. 3 حواجز. طريق المزرعة عرب من الدور من المزرعة العرب لا المزرعة، لكن هالمناطق شو حواجز. عداك عن الناس اللي اشرف منهم واقف عم يضل ليل نهار داير بالبلد وبغير البلد، بكل قرية في ناس شرفاء واقفين، اصحاب كرامة شرفاء عم بتدافعوا بالذب، مش هم السهرانين، هم دايرين. وين في قرية غازي شفتوها؟ وين في لتر بنزين واحد ما ياخذ بدون بنزين لاهله ولعياله ويلفيهم ياخذون اياه؟ وين في سهريج مازوت جاي على السويدة يحول المحافظ على غير محافظة يقبض عليه 200,000 وامثال وامثال، ويتقاسم هو اللجنة الأمنية رزق. طيب عشان حازم قام الدنيا وقعدت. أما في ابن العوام مخطوف ما حدا سأل ليش؟ هذا درزي. شو بدنا فينا؟ ما نحن عم نقتلهم بالجيش من قفاهم، خليه يموت قاضي بطاقة. طيب في 3 من دير دارنا لحد الآن شو سوى؟ وجه من وجوه جمال عز الدين شو سوى؟ وبس حركنا قامت الدنيا عليهم، مش بس الدولة، قوموا دغري مشايخ الروحانيين يعني الزعماء والزعماء التقليديين، يعني مشايخ العقل والزعماء التقليديين ما خلى شيخ ابو الحمود ابدا. طيب كله سكتنا عليه. اسم قرار الناس كلها هذه اصحاب الكرامه اللي وقفت ودافعت وذبت، قرار اللي ضحى بقطر الدم مش بكذا شيء، بقطر الدم. ملوش كرامه بحاجز كثرت هيئه الدوله، كثرت هيئه الدوله بحاجز، مع علم انه الشباب شالوا العلم السوري بعد ما دمروا الحاجز رجعوه. انه نحن سوريين، نحن وطنيين. احمد حسون اعترف باسرائيل، قال شالوهم وانا قبل منهار بيحكوا معي من فلسطين بيقول لي انا من دروز اسرائيل، قلت له الحرف الواحد، قلت له اذا انت قال لي صحفي، قلت له اذا عم تحكي معي كدرزي من اهل وناس عم حكيك كمحامي فيك فلسطيني، اما اذا كتابع للدوله الاسرائيليه انا فيش عندي دوله اسرائيليه. هيا قبل منهار واحمد حسون على العالم يقول اسرائيل. اذا السلام يطلع على فتره يفر منهم. ورجع امبارح حكى معي كنتوا موجودين البعض. هم نفس الصحفي هذا. كان بيحكي مع واحد من الجولان الله يوفقه، ابن الجولان. اللي ظل واقف عند سوريا ونحن سوريا امنا. يا رئيس جمهورية إذا أنتم بتبيعوا الوطن الله يهون عليكم. نحن سوريا امنا. مشروع التقسيم مش موافقين عليه. دولة درزية ما بالنا. دولة ننتمي لها غير سوريا ما بالنا. ما لنا غيرها. وطن بديل ما إلا لكم إيران. وهذوك لكم السعودية وما حولها. أما نحن هون وطن بديل ما إلنا، إما فوق الأرض بكرامي أو تحت الأرض بكرامي. مشروع التقسيم ماشي، واللي صار بجبل الشيخ خيانة عظمى، واللي صار معنا بدامة أعظم، مش بس ما لا نقل شهيد ولا نسعف جريح، فوز علينا مضارة من قبل عناصر الدولة. وطلعنا نحن الإرهابيين واستعجلنا ومش منظمين 42 واحد مش منظمين حالنا، وقال 4-5,000 جبهة نصرة اللي ذلتوا نحن ذلناها قدرة الله وخالد أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. شو صار ببلاد حلب؟ جبل السماح من يومين شو اللي صار؟
البنك الدولي؟ وين حماية الأقليات؟ ولا بس الأقليات النصارى مشان ترضي أمريكا؟ ما نحن أقليات عندنا. شو سوت يوم السماك من كم يوم من يومين؟ هالتعدي اللي صار شو سوت الدولة؟ شو قدمت لنا؟ 3 كيلو بعيد عن الدولة. شو سوت؟ إذا بس هي لما تدعوا السنة بس لتزت أولادنا بالسجون وتقتلهم تبعت هويته وتقول لهم لاجر؟ إسرائيل ما سوتها يا أخي. ما في جدي. إسرائيل ما سوتها. عملوا أجر وهذا هويته جنسية فش. ما عطوش هوية بعض طيب. صاروا يصلوا ويصوموا شيخ ولدي. واحد نحن إلنا الصلاة والصوم. نحن مسلمين مش محايدين. مش محايدين. أما نحن ما بنبيع لا بنجوز نسواننا. سمعنا شوية. نحن نسبنا ممنع. نحن ما بناخذ نعطي لبعضنا. مشان هيك نحن أقوياء. مشان هيك نحن الله تعالى معنا. ما جحشنا نسواننا. طيب. بجرمانة من 4 أيام 5 أيام يا شيخ شو اللي صار؟ مش الفقه الرابعة هي اللي قوزت وقتلت ابن جرمانة، ما عادش كم سويين؟ مشارك سندويشي؟ قتلت واحد وصاير في سوي عشان سندويش. هذا اللي حنضحي مشان سوريا؟ هاي مكافاتنا؟ هاي مكافاتنا يا بشار الأسد؟ رئيس جمهورية عم يقول نحن مع الوطن وقائد الوطن. ضمن خط الوطن وكافة الإرهاب. عم تكافحنا إلا نبين. نحن اللي بدأنا الوطنية ونحن وطنيين أكثر منا ما نقبل فيه واحد بالعالم وطني أكثر منا. نحن سوريا ما بعناها وما اعترفنا بإسرائيل. أنت اعترفت فيها بأحمد حسون مفتي الجمهورية. رئيس درجي قتلنا بعض مش حبيطوا شيء منهم. رئيس سني مش معتدل متبع ابن تيمية وخطأ شكلي ما بنا. رئيس علوي يفوت مخدرات على البلد وسيارات دخان ويعملوا معارك مفتعلة بلوصب لهفي والثورة مشان تهريب الدخان يا رئيس جمهورية. كمان ما بدنا بشار الأسد بشرط كرامتنا أغلى منه. بدير باله على كرامتنا. بتوجه تجينا اتجاه صح يا مرحبا فيه. ما بتوجه جبهة النصرة مش أحسن. بده يوجه سوريا صح وحاجة يقول صور عبد القلي وصور عبد الصالح وصور. ليش هو بده هو مسؤوليته هو يتفتش. هذا بقول لك وين ماشي الحال. اما اخر شيء كمان يطلع باز المزرعة على الحاجز وقفوه مش اول اعتداء على الجوية ولا المقدم عمار الله راد انما وضع هيك لا نشحط وجوده بالمواهب. طيب مش اول مرة بيتعدى. 2 جايبين مازوت داعش يوزعوه هن عم يشتروا مازوت من داعش. دولتك عم تشتري مازوت من داعش. طيب بدك الدولة عم تشتري مازوت من داعش. جايب مازوت من عند حازم الحزم وقفوا شالوه الامن الجوي واخذوه. لما احنا حكينا من الخرم وطارح من تركوه ما عم بدير المازوت. طيب معلش اما هوني معلش يا المازوت الغراب معلش يشتروا من داعش. اما نحن عم تشتري عم تقويه اقتصاديا يا اخي. اما هون يقووه بملايين بالملايين معلش. اما نحن ممنوع ندفن ممنوع نقطع حطب ممنوع نقصقص قصقص اما هون يقصوا الكعبه من الشجر من الكعبه يبعثوها للمسؤولين الفاسدين لهم هون تحت بالشام لما نشووا عليها مشاوي هن وعيالهم ونحن اطفالنا وعيالنا تحت البطاقات بالارض. تقوى الله عاد الكل يتقي الله. طيب قلنا ماشي يطلع ياخذ شيء باص طالع من البلد مش اول تعدي له لا حاجه جوي مخدر عمار حصر هناك. وفيق ناس بعد صابر علينا اسا كرامتكم ولا فناجين وهذه هون بالزاويه. اذا شربنا فنجان وما بنخطب بس احنا نقول الله يحوجنا. هذا المقدم عمار مبين مع بيحوس. طيب وشبل جنود الله يهدي لنا اياه. الله يهدي لنا اياه بقولش غير هيك لانه في حساب. الله لا يحوجنا نداوم هيك في حساب. وانا حسبت كل حد حديث. طيب يطلع باطل من المزرعه كم من اهم بيفتحوا يا جماعه يا شيخ كل شيء بينبلع كل شيء بنسكت عليه. نحن بنحس التراب وبنعيش. نحن مش مثل غيرنا بنحس التراب ونعيش بس بلا كرامه. لا ما فينا نحن مثل السمك كرامه المي ما فينا. طيب. مش
بنت بيطلع على الباص بظن هويته بياخذوا بيعطوا معها وبيجوا. طيب ليش؟ هذه بنتنا عرضنا. ولا أنا بالمزرعة ماليش علاقة بالصور، وأنا بالمزرعة ماليش علاقة بخدمة عواد، وأنا ابن الجبل ماليش علاقة بإدلب جبل السماك، وماليش علاقة باللي صار بجرمانة.